كنت حابب أتكلم في حاجة وهي آه، فكرة إن أنا بقدم خدمة أونلاين. فإيه رأيك إن أنا أكون متواجد على منصة لينكد إن؟ هقولكم تجربتي من خلالها يعني. بحكم تواجدي على لينكد إن من فترة كبيرة يعني الحمد لله، ومقدم خدمة عالية، سواء اللي هي بريات السيرة الذاتية ولينكد إن، أو كتابة السيرة الذاتية يعني. وبروفايل لينكد إن بنهندل الدنيا عليه يعني، بنصيغه بطريقة ألطف. وكمان برامج الأوفيس يعني كصياغة، برامج أوفيس سوري ككتابة يعني وورد والإكسل وباوربوينت، لو حد محتاج حاجة دي خدمات بقدمها يعني. فبحكم توريدي على لينكد إن وبقدم الخدمة دي، فبصراحة لينكد إن شايف إنه لو أنت بتقدم خدمة الافضل تكون متواجد على لينكد ان. اولا مفيش منافسه كتير، ده رقم واحد. رقم اتنين بصراحه في عملاء كتير جدا جدا يعني تتواصل مع او مع اكيد اي حد، بس طبعا ده انت هتاخد وقت عشان تتعرف، تبني براند لنفسك. تمام. فده مش من يوم وليله، ولكن بصراحه بعكس باقي المنصات اللي هو مثلا منصات الفريلانسر اب وورك وخمسات، تبقى الدنيا تقريبا اصعب شويه. انا حاولت اكون متواجد عليها ولكن الدنيا اصعب. ولكن طب حد هيقول لي طب بالنسبه لتحويل الفلوس، يعني انا اتعاملت مع كذا حد من عملاء مثلا دول عربيه، او ايا كان دوله. شوف، لما اتعاملت معاهم انا كان ممكن ابعت لهم رقم حساب، ابعت لهم مثلا، يعني بحاول اشوف طريقه الطف حاجه كده وطريقه كويسه وابعت لهم وبيتواصلوا معايا وبتوصل لفلوس، يعني الدنيا مش صعبه. بس اللي عايز اقوله انك انت لو اتواجدت على لينكد ان هتلاقي عملاء كتير جدا. بس هي في نقطه يعني بصراحه مهم تعملها، وهي فكره الاشتراك البريميوم. الاشتراك ده تقريبا بيبقى سنوي على ما اعتقد 3000 او 5000. تدفع الاشتراك عشان تقدر الناس تتواصل معاك يعني وتقدم الخدمات وكده. بس فحرفيا يعني يمكن ان عليه عملاء كتير جدا. لو انت بتقدم خدمه وعرفت تكون متواجد عليها بدرجه كويسه، بصراحه هتلاقي عملاء كتير جدا يعني، وممكن تعدي ثمن الاشتراك ده اللي دفعته. فممكن تتجهوا للنقطه دي، تبقى فرصه عظيمه جدا يعني. ان لو انت بتقدم خدمه وقعدت على لينكد ان حقيقي، يعني مش عايز اقول لكم ممكن، مش ابقى صادق اكتر، مش بيعدي عليه يومين الا وبلاقي نوتيفيكيشن اللي هو جاي لي من حد عايز الخدمه. فلو انت بتقدم خدمه بصراحه اونلاين، نصيحه يعني جرب تكون متواجد يمكن مش تخسر حاجه. شوف الفرصه دي وضمني بقى لو حد برضه بيقدم خدمه على لينكد ان يقول لي رايه ايه في الكومنتات. هل فعلا في نتيجه ولا لا، وتنصحوا الناس ولا لا، وكل النقاط دي يعني. بس ولو حد عنده راي مختلف، رأي تاني أو مختلف، برضه مفيش مشكلة، ممكن يشاركوا معانا في الكومنتات بحيث نكتسب وكل واحد يقول وجهة نظره عني أفضل منصة وليه. يعني أنا قلت لكم ليه أفضل منصة لينكد إن، وليه ده بحكم تواجدي عليها من فترة كبيرة، وشايف إنه الدنيا أسهل من باقي المنصات. يمكن باقي المنصات تضمن لك حقك، آه ولكن برضه إن شاء الله خير يعني. بس فدمتم بخير.